حبايبنا ابطال جريد 4 عاملين ايه؟ لسه اللي قبل اللي فات او السيشن اللي قبل اللي فاتت كنا خلصنا خلاص كونسبت 1 الكونسبت رخم، والسيشن اللي فاتت او الفيديو اللي فات يعني بدأنا في كونسبت 2، وقلنا في كونسبت 2 بنتكلم على السنسز وعرفنا شويه حيوانات او شويه ليفنج اورجانيزمز ايه الشارب سنسز اللي عندهم، من ضمنهم الدولفين. وقلنا الدولفين بيعتمد على بروبرتي خاصيه اسمها ايكولوكيشن، وعرفنا يعني ايه كولوكيشن ويعني ايه ايكو. لو كل ده لسه ما عرفتوش ارجع للفيديو اللي فات هتعرف كل ده. النهارده هنكون بقى بنبدا في ليسون 2 من كونسبت 2 ويونت 1. بنتكلم على sensory organs in nocturnal animal. ايه يا مستر كلمه nocturnal animal دي؟ اول مره نسمع عنها. بالبلدي وبابسط حاجه كلمه nocturnal animals هي الانيمالز اللي بتبقى نشيطه بالليل، بس مش عايز اكتر من كده. يبقى مين هي النocturnal animal؟ هي animal active at night. يعني لو جابها لك في الديفينيشن what the meaning of nocturnal animal هتقول لي animal active at night، يعني animal بتبقى نشيطه بالليل. animal active at night موضوع سهل خالص. سيبكم بقى من الديفينيشن الكبير ده كله. يعني ايه كلمه nocturnal animal؟ اللي هي الحيوانات الليليه. هي animal active at night بس مش عايز اكتر كده. they are animals active at night. they are animals active at night. ليه بقى بينشطوا بالليل او حياتهم بتبقى بالليل؟ بسبب كذا حاجه هنعرفها دلوقتي. يبقى nocturnal animal الحيوانات الليليه. يعني ايه كلمه الحيوانات الليليه؟ الحيوانات اللي بتبقى نشطه بالليل. هل احنا يا مستر بنبقى نشطه بالليل؟ لا، احنا بننام بالليل وبنصحى الصبح، مش هينفع نقول علينا نفسنا نكتورن. مين بقى الانيمال يا مستر اللي هي بتبقى اكتف ات نايت زي الاول مثلا او زي البات الخفافيش؟ دايما بتبقى نشطه جدا بالليل وبتنام الصبح عكسنا. يبقى الانيمال اللي بتبقى اكتف ات نايت بقول عليها نكتورنال انيمال. مستر جيف ريزون ليه النكتورنال انيمال بتبقى اكتف ات نايت؟ ليه الحيوانات او الكائنات الحيه اللي انت قلتها من شويه مثلا زي البات يا مستر بتبقى اكتف بالليل؟ ليه مش زينا؟ ليه مش بتنام بالليل وتصحى الصبح؟ ليه العكس؟ هي بتنام الصبح وتصحى بالليل. قال لك بسبب 3 reasons، بسبب 3 اسباب او 3 حاجات مهمه جدا. اول حاجه يا مستر ان في بعض المناطق يا مستر بيبقى عندها very high temperature، درجه الحراره بتاعتها تبقى عاليه جدا 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 الصبح. فبيعملوا ايه؟ فخلاص بيناموا الصبح وبينشطوا بالليل تكون درجه الحراره بقت الى حد ما كويسه. يبقى اول حاجه تقول ان في some area ميني سفير يعني بتعاني من الهاي very temperature during the night. نعمل كده some area has very high temperature during the night، بس مش عايزين نكمل اكتر من كده. تاني سبب يا مستر ان اصلا بعض الانيمالز بتعتمد على الداركنس. يعني ايه كلمه داركنس يا مستر؟ يعني الظلام. وطبعا الصبح بيبقى فيه شمس فالدنيا يعني شمس الصبح، لا هو اصلا بيعتمد على الظلام فتلاقيه بينشط بالليل وبينام الصبح. يبقى some animal depend on darkness to hide from their prey عشان يستخبى من الفريسه بتاعته فيقدر ينقض عليها وياكلها. ثالث حاجه يا مستر ان الفود بتاع الانيمال ساعات بيبقى متاح بالليل بس. فانا خلاص الفود بتاعي بيبقى موجود بالليل، فانا انام بالليل يعني ومش هعرف اخد فود؟ لا طبعا. فانا ببقى اكتف ات نايت وبنام بالصبح في الدي يعني. يبقى ان some animals food يعني بعض الاكل بتاع الحيوانات بيبقى available يعني متاح بالليل بس. فعشان كده دولت الثلاث اسباب اللي بيخلوا الانيمال دولت بيبقوا اكتف ات نايت. السؤال اللي بعديه how can nocturnal animal catch their prey؟ ازاي بقى الحيوانات اللي بتنشط بالليل يا مستر بتقدر تمسك الفريسه بتاعتها من غير نور؟ طبعا احنا عارفين بالليل مفيش صن فبالتالي الاضاءه تبقى صعبه جدا بالليل ما بيشوفوا. ازاي بقى بيقدروا يعملوا كاتش ويمسكوا الفريسه بتاعتهم؟ من خلال سوبر سنسوري ادابتيشن. ان الحواس بتاعتهم بيبقى حواس شارب قوي فبتتكيف اللي هي تقدر يا مستر تفايند الفود ان ذا دارك، اللي هي تشوف الاكل بتاعها بالليل. اوكي، يبقى عشان عندهم يا مستر هتقول زي هاف
سوبر سنسوري ادابتيشن. مش عايز اكتر من كده عشان عندهم سوبر سنسوري ادابتيشن. سهل على نفسك يعني. طيب اديني اكزامبل زي مين؟ لما يقول لك مين يا مستر النكتورنال انيمال، مين الحيوانات اللي بتبقى اكتف ات نايت؟ اول واحد واشهر واحد اللي هي الباتس اللي هي الخفافيش. طبعا احنا عارفين شكل الخفاش، ده شكل الخفاش. فاكرين السيشن اللي فاتت اتكلمنا ان الدولفين اللي بيعيش في الووتر يا مستر بيعتمد عشان يقدر يعمل كوميونيكيت او يفايند الفود بتاعه، بيعتمد على بروبرتي خاصيه اسمها ايكولوكيشن. برافو. برضه الباتس يا مستر بتعتمد على نفس البروبرتي اللي هي الايكولوكيشن. يعني ايه كلمه ايكولوكيشن؟ ان الانيمال اللي عندي يطلع ويفز، ساوند ويفز. الساوند ويفز دي اول لما تخبط في انيمال او اي حاجه بيحصل لها ريتيرنينج باك، وهو ده الايكولوكيشن. طبعا احنا عارفين الباتس مش بيعتمد على النظر، ما بيعتمدش على النظر، هو بيعتمد على الايكولوكيشن، فهو يطلع الايكولوكيشن. لو خبط ورجع تاني يبقى هنا في حاجه. يعني مثلا لو هو في اوضه مثلا، ازاي يعرف يخرج من الاوضه؟ يقدر يفضل يطلع ساوند ويف ساوند ويف. لو ارتدت تاني يبقى هنا في حيطه، ما ارتدتش يبقى المكان ده فاضي ويطلع من الاوضه. اوكي، يبقى الباتس برضه بيعتمد على الايكولوكيشن زي الدولفين. يبقى في كده حاجتين بيعتمدوا على الايكولوكيشن، الباتس والدولفين. الباتس والدولفين ليه يا مستر؟ to move around and find the prey، عشان يتحرك عادي ويشوف الفريسه بتاعته ويقدر يمسكها. ده كده اول واحد اللي هو الاولز. سوري الباتس. تاني واحد يا مستر هتكلم عليه اللي هو الاولز، اللي هي الاولز يا اولاد. تصدق مش فاكر بالعربي اللي هي مين؟ البومه. الاولز اللي هي البومه. طيب تعالى هناخد 4 حاجات في البومه نشوف اللي هي مميزه جدا. اول حاجه يا مستر الباول شيبد فيس، ان شكلها يا مستر شبه الوعاء، بيبقى باول شيبد فيس اند سبيشاليزد هيد فيذر، وبيبقى عندها يا مستر في راسها نوع معين او فيذر ريش مميز قوي. يبقى اول حاجه يا مستر موجوده في الاولز اللي هي عندها ايه؟ باول شيبد فيس. باول شيبد فيس، وبيبقى عندها كمان فيذر في الهيد. مستر ده بيساعدها منين يا مستر؟ ده بيساعدها لو تو دايركت ذا ديستانس ساوند دايركتلي انتو ذا اول ايرز، اللي هي تقدر تسمع يعني الاصوات. تاني حاجه يا مستر هتكلم عليها في الاول زي اللي عندها لارج ايز، يعني عينيها بتبقى كبيره، عينيها تبقى كبيره. لو ركزنا في عينين اول هتبقى تلاقي اللي هي لارج. ليه يا مستر؟ عشان تشوف الحاجات التايني، الحاجات الصغيره، والفار اواي الحاجات البعيده. to see the tiny and far away movement of animal، الحيوانات الصغيره والبعيده. دي تاني حاجه نعرفها على الاول. تالت حاجه يا مستر نعرفها على الاول اللي هي الهيد بتاعته والراس بتاعته تتميز يا مستر. الاول اللي هو يقدر يا مستر يلف الهيد بتاعته in all direction، احنا اخرنا نقدر نعمل كده. لو هو يقدر يلف راسه كلها في كل الاتجاهات، ودي طبعا حاجه مميزه. هو بيقول لك ان الهيد يا مستر كان روتيت او موف ان اول دايركشن، بيقدر يحركها في كل الاتجاهات. ليه؟ عشان يسيرش على الفود بتاعه او البري اللي هو ياكله يعني. يبقى كده عرفنا 3 حاجات، ان الهيد بتاعته بتقدر تموف ان اول دايركشن. تاني حاجه الهيد بتاعته بيبقى عندها فيذر، وشه شبه الباول شيبد فيس اللي شبه الوعاء. واخر حاجه الاي بتاعته بتبقى كبيره. دي الادابتيشن. طبعا كل ده لو اتكلمنا على الادابتيشن كل ده ستراكشرال ولا بيهيفير؟ طبعا ستراكشر. ادابتيشن دي عشان حاجات في البادي ستراكشر. بيقول لك في ملحوظه، بيقول لك both bat and dolphin، يعني كل من البات والدولفين يا مستر بيستخدموا الاوكولوكيشن تو فايند ذير فود، عشان يلاقوا الاكل بتاعهم. ولكن البات يا مستر من النكتورنال انيمال، ممكن يصطاد بالليل. عشان لو قال لك في حيوانين بيقدروا يعملوا ايكولوكيشن، بيستخدموا الايكولوكيشن. مين ومين يا مستر؟ البات والدولفين. البات والدولفين. لكن البات ده نكتورنال انيمال بيصطاد بالليل، لكن الدولفين لا، الدولفين مش نكتورنال انيمال. بعد كده يا مستر هنتكلم على سيستم مهم من السيستمز اللي موجوده في جسمنا. خدنا 2 سيستمز في كونسبت 1 اللي هو ريسبيراتوري سيستم او ريسبيراتوري والدايجستيف سيستم. دلوقتي هناخد سيستم تاني من السيستمز المهمه اللي بنسميها نيرفس سيستم، وده من اهم السيستمز اللي موجوده في جسمنا. كلمه نيرفس سيستم يعني الجهاز العصبي. الجهاز العصبي طبعا، والجهاز العصبي ده مهم جدا، وهو اللي
يعني احنا مثلا لو شفنا عربيه قدامنا بنعمل ايه يا مستر؟ تلاقينا بنبعد عنها. مين اللي اداني اوردر اللي انا اعمل كده؟ طبعا هو النيرفس سيستم. فالنيرفس سيستم ده يعني سيستم مهم جدا. بيقول لك ان السيستمز بتاعت الماملز اللي هي الثدييات يا مستر زي الانيمال والاليفانت والدوجز اللي هي الانسان، الهيومن والاليفانت والدوجز، كل السيستم كل النيرفس سيستم بيبقوا شبه بعض. عندهم have the same structure of nervous system، يعني التركيب بتاع النيرفس سيستم عند الكلاب الدوجز والاليفانت الفيل والهيومن كلهم نفس الاستراكشر. طب ايه الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم يا مستر؟ قبل ما اقول لك الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم هو بيتكون من ايه، بيقول لك السنسز الحواس اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت ورك توجذر تشتغل مع بعض، الخمس حواس يا مستر مع كمان النيرفس سيستم. يبقى السنسز مع النيرفس سيستم كل دول بيشتغلوا مع بعض توجذر. يعني ايه كلمه جذر يا مستر؟ اللي هو جمع، عشان يجمعوا انفورميشن فروم انفايرمنت. يعني النيرفس سيستم اللي جوايا مع الخمس حواس اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هي التاتش التيست السميل الهيرنج والسايت، كل ده مع بعض السنسز مع النيرفس سيستم كل ده بيشتغل ليه يا مستر؟ عشان يعمل كذا يجمع او كولكت انفورميشن فروم ذا انفايرمنت، يجمع المعلومات من البيئه اللي حواليه. تعال نشوف النيرفس سيستم بيتكون من ايه. النيرفس سيستم بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه جدا جدا جدا. اول حاجه البرين مخي، ثاني حاجه السباينال كورد، السباينال كورد ده هتلاقيه في ظهري موجود في الباك بون في العمود الفقري. ثالث حاجه النيرف اللي هي الاعصاب، والنيرفز دي الاعصاب هتلاقيها موجوده في كل الجسم. يعني انا من اول راس لغايه رجليا مليانه اعصاب، النيرفز دي موجوده من فوق لتحت. اوكي، يبقى لما اقول لك الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم او الاورجن بيتكون من ايه يا مستر؟ بيتكون من 3 بارتس، بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه اللي هو البرين وده اهم واحد فيهم، المخ، السباينال كورد وقلنا ده موجود في الباك بون من ورا في ظهرنا، والنيرفز اللي هي الاعصاب اللي هي موجوده في كل جسمنا. كل حته في جسمنا فيها نيرفز اعصاب. تعال نشوف كل واحد يا مستر بيعمل ايه. نركز على البرين، البرين المخ بتاعنا. It is connected to spinal cord. لو خدنا بالنا بالبرين يا مستر هتلاقي البرين متوصل بالسباينال كود، دي اول حاجه لازم نعرفها. يبقى البرين يا مستر connected with the spinal cord. تاني حاجه يا مستر the main control center in our body، هو اكتر حاجه بيتحكم في جسمنا. اي فعل او اي رد فعل انا باخده ده بسبب البرين. انا رفعت ايدي عشان البرين اداني امر ان انا ارفع ايدي. مسكت كوبايه شاي سخنه سبتها على طول، ليه يا مستر؟ البرين اداني امر اللي فيه دي حاجه سخنه لازم تسيبها. مين كل ده بيعمله؟ البرين. لمست حاجه شوك يا مستر زي التين الشوكي مثلا، لو لمست القش بتاع تلاقي نفسك بتشيل ايدك بسرعه. مين اللي اداك الامر ده؟ هو البرين. فالبرين بنسميه يا مستر هو المين كنترول سنتر، لازم نذاكرها عشان بتيجي ساعات كتير في الساينتفك تيرم. يقول لك ساينتفك تيرم the main control center in your body. مين هو الاورجن اللي بيتحكم في جسمك يا مستر؟ هو البرين. يبقى اول حاجه عرفناها على البرين اللي هو كونكتد بالسباينال كورد اللي هو الاورجن الثاني. ثاني حاجه هو المين كنترول سنتر ان اور بودي. تعالى نتكلم على السباينال كورد. السباينال كورد اللي هو كل ده هتلاقيه قلنا موجود في الباك بون. مستر بيقول لك ان السباينال كورد consists of many nerve، بيتكون من اعصاب that are collected together and run through the backbone. يبقى هي بتتكون من ميني نيرفس وموجوده في الباك بون. سيبك من الباقي كلها بتتجمع مع بعض يعني تبقى موجوده في الباك بون. بالبلدي عشان ايه اللي انا ذاكره مستر؟ بيتكون من ميني نيرف وبيبقى موجود في الباك بون. بيتكون من ميني نيرف ويبقى موجود في الباك بون، وده اهم عصب اصلا في جسمنا موجود في السباينال كورد. ايه فايدته؟ احنا عرفنا البرين فايدته اللي هو بيكنترول البادي، هو اللي بيتحكم في البادي. طيب ايه فايده السباينال كورد؟ كاريز. يعني ايه كلمه كاريز يا مستر؟ يعني بيحمل. بيحمل يا مستر؟ بيحمل المسج من البرين للبادي بارت اند فايس فيرسا. مستر البرين ادى اوردر، مين اللي هيوصل الاوردر ده؟ هو السباينال كورد. فالسباينال كورد بياخد الاوردر ده من البرين ويوديه لكل جسمي. تاني زي ما قلت انا حطيت ايدي على شاي سخن فانا شلت ايدي. مين اللي اداني امر يا مستر ان انا اشيل ايدي؟ البرين. طب البرين عشان يوصل المسج لايدي اللي انا اشيلها، مين اللي وصل المسج دي يا مستر؟ اللي هو السباينال كورد. السباينال كورد. يبقى السباينال كورد يا مستر carry message from the brain to the other body parts and vice versa، والعكس صحيح. اي مسج رايح من البودي للبرين مين اللي بيشيله؟ طبعا السباينال كورد. اخر حاجه هنتكلم عليها يا مستر
اللي هي النيرفز دي مثلا بتبقى ديستريبيوتد، بتتوزع في كل الجسم throughout the body. زي ما قلنا من شويه ان النيرفز دي موجوده في كل جسمي، ايدي ورجلي وبطني وعيني، من اول راسي لغايه رجلي، كل حاجه فيها مستر نيرفز. يبقى النيرفز ده مستر ديستريبيوتد throughout the body، موجود متوزع على كل الجسم، وبرده بيبقى كونكتد بالسنسز او بالسنس اورجان، بيبقى متوصل بالخمس حواس اللي هو السكن والاي والاير والنوز والتانج. يعني الخمس حواس دول يا مستر بيبقى فيهم برضو نيرفز، بيبقى فيهم ايه؟ نيرفز. فايدته ايه الفانكشن بتاعه؟ كلمه فانكشن الجوب الوظيفه. عرفنا البرين ده الفانكشن بتاع البرين، الكنترول او المين كنترول سنتر ان ذا بودي. السباينال كورد يا مستر بيبقى كاري مسج من البرين للبادي بارتس او العكس صحيح. طيب النيرفس مستر برضو الوظيفه بتاعتها اللي هي كاري مسج. كاري ايه؟ مسج منين يا مستر؟ من البرين للسباينال كورد للبادي بارتس، من البرين للسباينال كورد للبادي بارتس. هو ده اللي بيوظف مستر. عشان افتكر يا مستر، اعتبر يا مستر النيرفس سيستم عباره عن شركه. البرين هو مدير الشركه، هو السي او بتاع الشركه، سي او. طيب يا مستر، او حاجه كبيره في الشركه، اوكي، نعتبرها المدير، او مدرسه، او مدير المدرسه. السباينال كورد يا مستر هو السكرتير بتاعه. طب المدير لو عايز يا مستر يبعت مسج للمدرسين بيبعتها مع السكرتير، مش هيفضل يروح لكل واحد يقول له المسج. ونعتبر النيرفز دي اللي هي بقى المدرسين، اوكي. يبقى ده كده عشان نفتكر النيرفس سيستم، وقلنا النيرفس سيستم ده مهم جدا جدا جدا. مستر the brain is connected by spinal cord through the backbone. قلناها ان البرين هتلاقيه متوصل بالسباينال كورد ولا موجود في الباك بون. spinal cord branches، spinal cord branch بيتفرع distributed through the body. اخر حاجه some nerves are connected directly to the brain. في بعض النيرفز يا مستر بيبقى على طول متوصله بالبرين like الايز والهارت. اللي بعده how information reach the brain through the senses. ازاي المعلومات يا مستر بتوصل للبرين من خلال الحواس؟ بيقول لك الفايف سنسوري اورجان، الخمس اعضاء الحس اللي انا قلتهم اقولهم تاني، اللي هو السكن، الاي، الاير، النوز، التانج، اللي هم دول يا مستر بيبقى عندهم نيرفس، بيبقى عندهم يا مستر نيرفس. اسمها ايه يا مستر؟ بنسميها سنسوري ريسبتورز. سنسوري ريسبتورز، سنسوري ريسبتورز. يبقى مين هي السنسوري ريسبتورز يا مستر؟ هي عباره عن نيرفس، عباره عن اعصاب. الاعصاب دي يا مستر بتبقى موجوده في السنسوري اورجان. يبقى تاني السنسوري ريسبتورز اللي هي المستقبلات الحسيه دي نيرف موجوده في السنسوري اورجان، نيرف موجوده في السنسوري اورجان، نيرف اعصاب موجوده في اعضاء الحس. ليه يا مستر فائدتها يا مستر؟ بتريسيف، بتستقبل المعلومات من البيئه، تستقبل المعلومات من البيئه. يعني انا مثلا عندي الاي، مثلا الاي فيها سنسوري ريسبتورز، هي دي اللي بتعمل ريسيف للانفورميشن عشان توديها بعد كده للبرين. في مناعيني شافت حاجه خطر، عربيه جايه عليا، فايه اللي يحصل مثلا؟ السنسوري ريسبتورز اللي موجوده دي بتودي مسج للبرين، والبرين بيديني اوردر ان انا ابعد، ان انا اتفادى العربيه الخطر، اوكي. يبقى السنسوري ريسبتورز عباره عن نيرف يا مستر موجوده في السنسوري اورجان، بتريسيف الانفورميشن، تستقبل المعلومات من الانفايرمنت، من البيئه. دلوقتي بقى نشوف ايه العلاقه يعني بيتزا اند نيرفس سيستم، ايه اللي انت عايز تقوله؟ تعالى معايا. بيقول لك لو انت معاك بيتزا جميله كده، لو انت بتحب البيتزا، بيقول لك when you smell a pizza، لما انت تشم البيتزا you receive this information. اللي انت شميت حاجه دي معناها انت كده جمعت انفورميشن، معلومات ان في ريحه حلوه. مين اللي جمع الانفورميشن دي؟ السنسوري ريسبتورز اللي هي مستقبلات الحس اللي موجوده فين؟ في النوز. يبقى تاني انا شميت ريحه البيتزا، انا كده جمعت ان في ريحه حلوه. ايه اللي حصل يا مستر؟ السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز جمعت المعلومات دي ان في ريحه. وبعدين ايه اللي بيحصل يا مستر؟ بعد السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز ما تجمع معلومه ان في ريحه حلوه، السنسوري ريسبتورز دي يا مستر سند الكتريكال امبالسز. يعني ايه كلمه سند الكتريكال امبالسز؟ يعني زي نبضات كهربائيه كده، يعني حاجات بسيطه يعني للبرين، بتوصل معلومه للبرين ان انا في حاجه حلوه شميتها. يعني عندي بيتزا،
البيتزا دي شميت منها ريحه حلوه، فايه اللي حصل؟ السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز هي اللي خدت الانفورميشن دي، بعد كده هتبعتها للبرين، بعد كده هتبعتها للبرين عن طريق حاجه اسمها الكتريكال بالبس. بعد كده البرين بيترانسليت ذا انفورميشن، بيستقبل وبيعالج المعلومات اللي جابها دي. خلاص، اه دي ريحه حلوه، ريحه البيتزا. بعد كده يا مستر and gives a response، وبيديني يا مستر بيديني الريسبوند اللي هو الاستجابه. فالبرين كمان بيديني استجابه، اه دي ريحه بيتزا حلوه يلا كلها. هو ده اللي بيحصل. نفس الكلام يا مستر لما اشوف، نقول مثل تاني، العربيه، شايف عربيه جايه من ناحيتي، السنسور ريسبتورز اللي موجوده في الاي هتجمع معلومه ان خلاص في عربيه جايه ناحيته وفي خطر. بعد كده هتبعت المعلومه دي للبرين عن طريق الكتريكال امبالسز. فخلاص البرين جمع ان في خطر، فهيديني اوردر اللي هو ريسبونس، استجابه اللي انا اعمل ايه بس، اللي انا ابعد عن العربيه عشان اتفادى الخطر. ده اللي فدي فهم الحته دي كده، فهم ما فيهاش حاجه حفظها. يقول لك ازاي البرين بيشتغل. ده بيقول لك انت شميت حاجه، السميل ريسبتورز اللي موجوده في النوز استقبلت الانفورميشن، بعد كده بعتتها للنيرفس، والنيرفس بعتتها للبرين. مستر what happened when you touch spine of cactus؟ لو انت لو الصبار، لو انت لمست الشوك بتاع الصبار، ايه اللي بيحصل يا مستر؟ هتشيل ايدك على طول. you move your hand quickly، هتشيل ايدك بسرعه. طيب اللي يحصل when rat hears a snake، لو الفار سمع سنيك، تلاقي الرات بيعمل ايه؟ بيهرب. it jumps fast in 1 second، ليه؟ نط على طول عشان يبعد عني. طيب عايز توصل ايه يا مستر؟ في الوقت اللي انت بتحط ايدك على حاجه شوك بتشيل ايدك على طول. الوقت اللي انت بتشيل ايدك فيه يا مستر ده بنسميه ريفليكشن تايم، ده بنسميه سوري رياكشن تايم. رياكشن تايم هو الرياكشن تايم is the time taken، هو الوقت اللي بناخده يا مستر to respond to dangers. والوقت ده بيبقى اقل من ثانيه. بمعنى انا حطيت ايدي على خطر، فايه اللي بيحصل يا مستر؟ الوقت اللي انا بشيل فيه، يعني انا حطيت ايدي على الشوك وانا بشيل كده، الوقت اللي انا بشيله كده يا مستر ده بنسميه رياكشن تايم. هو ايه الرياكشن تايم يا مستر؟ هو التايم تيكن تو ريسبوند ذا دينجر، الوقت اللي انا خدته عشان استجيب للخطر اللي حواليا. زي الرات سمع سنيك فعمل ايه يا مستر؟ نط على طول. نط ده هو ده الرياكشن تايم، الوقت اللي خده عشان يعمل ريسبوند للدينجرز. ومن الحاجات اللي بتيجي ساينتفك ترم كتير، يبقى هو ايه الرياكشن تايم؟ ذا تايم تيكن تو ريسبوند تو دينجرز، طبعا بيبقى اقل من سكند. هو الرياكشن تايم ده بسرعه. اخر حاجه بترسمها يا مستر حيوان جميل، احنا يمكن مش عارف سمعنا عنه ولا لا، بالعربي اسمه اليربوع، اللي هو جيربو، الجربوع سوري، اللي هو ايجيبشن جيربو. ده بيبقى شكله ليه شكل مميز قوي. ده مستر بنقول عليه رودنت، ديزرت رودنت، يعني من القوارض زي الفار تلاقيه بيقرض، نفس الكلام. الجيربو ده من فصيله الفار، فبنقول عليه ديزرت رودنت اللي هو من القوارض. طيب لو شفنا شكل مصر هو كبير او صغير، it is a tiny animal، حيوان صغير يا بس. ودانه كبيره جدا، they have very large ears and small eyes، عينيه صغيره، and long hind legs، رجليها مصر بتبقى طويله. يبقى تعالى لو شفنا وصفه، هو tiny animal او small animal، حيوان صغير، الايرز بتاعته large، الاي بتاعته small، وعنده long هايند ليجز. هي الليجز بتاعته مش زي رجلين، عشان كده بنسميها هايند ليجز. تعال نشوف الادابتيشن في الجيربو، الاستراكشر ادابتيشن. اول حاجه مستر بيبقى عنده لونج هايند ليجز، رجليه بتبقى كبيره. ليه يا مستر؟ عشان لما يجي يعمل جامب لمسافات كبيره، تو جامب لونج ديستانس، بما انه حاجه في جسمه يبقى ده كده ستراكشر ادابتيشن ولا بيهيفيورال ادابتيشن؟ جسمه يبقى ستراكشر ادابتيشن. دي اول حاجه، ستراكشر ادابتيشن. تاني حاجه يا مستر لما نشوف الفيت بتاعته، جيربوس فيت يا مستر اند توز هاف هير،
هيرز، هتلاقي عند رجله يا مستر والصوابع بتاعت رجله بيبقى فيه بعض الشعر. ليه يا مستر؟ عشان بيساعده وهو بيجري هو يعمل كاتش للساند فيقدر ينط. يبقى تو هيلب ايت كاتش ساند وين ايت جامب، يعني هو بينط يا مستر يقدر يعمل كاتش للساند. الشعر ده اللي بيساعده، وده طبعا حاجه في جسمه يبقى structural adaptation. تاني حاجه يا مستر، لما بيجي يا مستر يجري بيجري ان زجزاج باث. يعني ايه كلمه زجزاج باث؟ يعني بيجري كده مش بشكل مستقيم. طيب لما بيجي بالشكل ده، هل دي حاجه في جسمه ولا حاجه هو بيعملها، اكشن هو بيعمله؟ لا، اكشن هو بيعمله. فساعتها بقول عليه اللي هو behavioral adaptation. behavioral adaptation، ركز عشان بيسأل على المسار بتاع المشي بتاعه بيمشي ان زجزاج، ان زجزاج، وده حاجه behavior، حاجه بيعملها. بعد كده يا مستر اخر حاجه، الايرز بتاعته بتبقى لارج، ودانه كبيره، ده عشان يقدر يسمع صوت السنيك التعبان فيقدر يهرب. وبما انه ودانه كبيره دي حاجه في جسمه، فبقدر ده برضه structural adaptation. ده كده الادابتيشن في الجيرجو، واحده بس هي البيهيفير ادابتيشن، والباقي كله structure. behavior adaptation اللي المسار بتاعه هو بيمشي in zigzag line او zigzag path. how جيرجو stay safe، ازاي بحافظ على نفسه في امان يا مستر؟ on hearing dangers، عشان تلاقيه بيسمع الخطر اللي حواليه، زي السنيك لو جاي عليه بيقدر يسمع خطر السنيك مثلا. ده sensory receptors، المستقبلات الحس in the ears اللي في ودانه، بيبعت مسج للنيرف عشان يوصلها للبرين. يبقى تاني قلنا السنسوري اورجن بيبقى فيه حاجه اسمها sensory receptors. السنسوري receptors اللي موجوده في الاير هيسمع صوت التعبان فيوصل المسج ده للنيرف، والنيرف توصلها للبرين. يبقى السنسوري ريسبتورز اللي موجوده في الاير بتوصل المسج ده للنيرف الاعصاب، والاعصاب بيوصلها للبرين. طيب البرين بيترانسليت، بيترجم الانفورميشن دي او المعلومات دي، وبيدي يا مستر استجابه. بيدي ايه استجابه؟ اللي انت يلا بيدي استجابه للليج بتاعته اللي هو جامب اواي، يلا اجري بسرعه عشان تهرب من الخطر. وبكده نكون خلصنا ليسون 2. كده خلصنا ليسون 1 وليسون 2 من كونسبت 2. ليسون زي ما قلت لكم، خلونا نكون بنذاكر ونراجع. لو انت ما شفتش اللي فات اشجعك ان انت ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت، ودايما افتكر ان الساينس از فان فور ايفري ون. سلام.